على عجاله، وانا اسفه لان الوقت انتهى دكتور كمال، بسرعه كده بيخلص مع حضرتك سريعا. الله يكرمك. رايك ايه في المرشحين للرئاسه في الفتره القادمه اللي اسمائهم هنعرفها؟ وفي اخبار برضو، انا ما بقولش ان هو خبر يقيني، لكن هو كان النهارده على بوابه الوفد ان الفريق اول عبد الفتاح السيسي حسم موضوع ترشحه بالايجاب، ان هو سيترشح ولكن وفق اليات معينه هيحددها فيما بعد. شايف الموضوع ازاي؟ وهل ترضى رغم انه حسم موقفه؟ انا كان رايي ورأي كثير من الناس اللي ناقشناهم من اللي بيخافوا على مصلحه البلد، ايوه، انه يظل الفريق اول السيسي في موقعه، اما وانه ترشح ما اظنش حد هيترشح ضده، لانه ظهر كزعيم وليس قائد جيش ولا رئيس دوله، انما ظهر كزعيم. هو على فكره ده انا زي ما بقول لحضرتك عشان انا دقيقه جدا في الحته دي، طبعا ده خبر على بوابه الوفد ومكتوب عليه من مصادر مطلعه يعني او مصادر مقربه، لكن لا اجزم ان هو الفريق سيسي ترشح، لا ده مش يعني بتاعتي يعني، ده اولا شخصيه محترمه معتبره، قليل الكلام، صحيح. دقيق، حازم، انقذ مصر من حرب اهليه او صراع الله اعلم كان مداه ايه، او صراع نبقى زي سوريا او زي العراق او زي غيره، صحيح. فعمل مجيد هو ومن معه من الرجال يعني. فاذا ترشح انا لا اظن ان حد يترشح ضده الا ايه، بيقولوا رشه عين ولا ملح ولا من باب كده يخزي العين يعني ان انا ترشحت ضد السيسي. طيب ممكن نعم. في غياب اسم الفريق اول عبد الفتاح السيسي، تشوف مين الانسب في الفتره اللي جايه؟ ولا لما تعرف المرشحين كلهم يعني رايح في ناس كتير النهارده بتتكلم في ظل اذا ما ترشحش عدلي منصور، وفي ناس بعد الدستور وبعد مجهود حضراتكم بتقول السيد عمرو موسى لانه قدر يعني يلم الشتات وقدر ان هو بقول لحضرتك يعني عدلي منصور مش رئيس مؤقت، لو استمر في الرئاسه ده شخصيه رائعه كمان، شخصيه محترمه جدا، انما المهم التنفيذ بقى والخروج، يعني يكون في خطط استراتيجيه وخروج للانتخابات وخروج طبعا خارطه الطريق. اما اذا ترشح الفريق اول السيسي وحسم امره، اتمنى ان يكون ده بتوافق في القوات المسلحه، لان القوات المسلحه تخسره كوقت كامل، ودلوقتي وقته كامل مع القوات المسلحه، صحيح. اما يروح الرئاسه هيقابل السفراء والمدراء، هيبقى متوزع مجهوده على الدوله والاعلاميين والصحفيين، فوقته كان كامل للقوات المسلحه. اذا القوات المسلحه توافقت على هذا الامر مع الفريق اول السيسي، انا اعتقد ما حدش هيقدر ينزل قصاده بالتاريخ اللي كتبه في الفتره الماضيه. اكيد.